السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة يا جماعة الأساتذة المحترمين اللي طلبوا المقاسات بتاعة التوب الخليجي على الشخص جبته لكم النهاردة، بس بزيادة إن أنا هجيب لكم التقسيمة بتاعة يعني التوزيعة بتاعة المقاسات على الجسم بتكون إزاي. ده يا جماعة هيكون فيديو النهاردة. سريعا بس قبل ما ابدا اذكر كل حبايبنا اللي يشوفونا لاول مره ويشرفونا في القناه، اشترك في القناه وفعل الجرس وما تنساش اللايك، اهم حاجه. كده يا جماعه بناخد كده، بنبدا كده من اول الكتف، بناخد مقاس الطول معانا 142 سم، وبنكتبهم قدام حضراتكم في الكتاب بتاعنا او المفكره بتاعتنا او المذكره بتاعتنا، عشان الناس تبقى عارفه الكتابه قدامها ماشيه ازاي. هنا بعد كده بعد ما اخد الطول، المقاسات 4 مقاسات يا جماعه. بناخد الكتف، لو لاحظنا كده باخد المقاس بتاعي من الكتف للكتف. الميلان اللي في الكتف ده يا جماعه ما وصلش عنده، اخري عند الكتف. الكتف له لفه كده ما وصلش عنده. الكتف عندنا هنا كام؟ 43. المكان اللي انتهت عنده المزوره، حلو الكلام، بنبدا من عنده. شايفين اللفه اللي في الكتف دي اهي؟ ديت انا ما بنزلش معاها. بيبقى شوف المكان اللي انا بدات بيه ده، اللي انا بدات بيه المقاس بتاع الكتف، واخد مقاس طول الكم لحد المكان ده. نركز قوي يا جماعه، لان احنا هنقول ارقام الناس هتستفيد بيها. 60 سم، هنقول ارقام الناس لما ترجع للفيديوهات اللي قبل كده هتستفيد جدا. قلنا المقاسات بتاعتنا 4 مقاسات فقط لا غير. بعد كده من المكان اللي هو عند الصدر ده بالظبط بناخد الوسع بتاعنا بنلف المزورة كده على الجسم بنفس الطريقة. المحيط بتاع الجسم هناخده بنفس الطريقة، وبعد كده بنتني المزورة على نفس المقاس اللي خدناه. بنتني المزورة كده على النص، يطلع معانا كام؟ 49. 49 هو 48 ونص، بس احنا نكتبه 49. ليه بقى نكتبه 49؟ عشان دايما خليك في الزيادة. هو نص سنتي ما فيهوش كلام، بس خلينا في الزيادة. بعد كده بناخد محيط الرقبة. محيط الرقبة كام؟ نفس المقاس بتاع الصدر كده. بنلف المحيط بتاع الرقبة بيطلع معانا كام؟ 20. يعني المزورة مفرودة، المحيط بتاع الرقبة هيبقى عندنا يعني 40. 20 سنتي رقبة يعني 40. شرح واضح، شرح بالكتابة بكل حاجة. هنا بقى يا جماعة بناخد الوسع بتاع الذراع من النص من هنا. شايفين انا جايب لكم الراجل ده ملبسه تيشيرت كده مجسم على جسمه شوية عشان نعرف ناخد المقاسات بتاعتنا مظبوطة. ماشي كده. 14 سم المحيط بتاع الذراع يتاخد من المكان ده، لان دي يعني اعرض حتة بعد ما خلصنا كده، احنا كده خلصنا يا جماعه، خدنا المقاسات بتاعتنا. ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ هقول لكم حاجه. بنراجع تاني ليه المقاس ده؟ عشان اللي انا هقوله دلوقتي. يعني ناخد بالنا، انا مش بقيس خلاص، انا مش لقيت نفسي فاضي ولا حاجه فباخد المقاس، لا. انا عايز اقول لكم على حاجه دلوقتي. 49 سم دول اللي هم الوسع بتاعنا بتاع الصدر ده. الديل بتاعهم 73 سم. ركز كده معايا، عشان الاستاذ اللي سالني المحيط الخصر كام، الكلام ده كله كام. لا، انا هوزع لك توزيعه جديده، توزيعه بطريقه اسهل. الوسع بتاع الحجر او الديل من تحت لل 49 73 سم. سهله سهله اهو. عندنا الطول اهو. نرجع بقى للطول. الطول بتاعنا بنزود له في الطول 6 سم. يعني احنا لما بناخد مقاس الطول 142 بنديله 6 سم زياده عشان التاني والكلام ده كله. الكتف ثابت، المقاس الكتف ثابت. سهله سهله ان شاء الله. كل حاجه هتتوزع كده، وهنروق مع بعض، وهنظبط المقاسات مع بعض، وهنشتغل على الكلام دوت. ال 60 سم بتوع الكم الطول ثابت. خلاص كده، خلي بالنا من الكلام دوت. كلمه ثابت ده يعني
مفيش فيه زيادة ولا نقصان. 49 سم بتوع الوسع، خلاص انا بفنط، انا قلت من شوية وبفنط لكم الموضوع بالتفصيل واحدة واحدة. رقم واحد، لو مجسم ال 49 بتوع الصدر دول الوسع، لو مجسم بنديله 3 سم زيادة. 2، لو مظبوط، ركز كده معايا يا حبيبي، يا حبيبي ده انا هروق عليك النهارده بس اصبر عليا، روق كده. 2، لو مظبوط بنديله 4 سم زيادة. تمام. 3، لو واسع بنديله 6 سم زيادة عن ال 49 بتوع الوسع. شرح واضح ان شاء الله، والتصوير واضح، والكتابة واضحة، وكل حاجة واضحة، وانتوا واضحين، وهنروق مع بعض وهنعمل احلى شغل. 40 سم بتوع الرقبة هنديهم يا جماعة 2 سم. 2 سم، احنا مش عايزين غير 2 سم للرقبة. وعلى حسب، يعني 42 اهو مكتوب والكتابة واضحة، وعلى حسب لو انت بتشتغل زباين شوف الزبون هيطلب منك ايه. تمام، يعني الزبون عايز الحاجة عاملة ازاي، واسعة، مجسمة، مظبوطة، الكلام ده كله مهم يا جماعة. ال 14 سم بتوع الذراع، ركز كده يا حبيبي وروق. كام؟ 14 سم بتوع الذراع هنديلهم 1 سم ونص، وكمان هقول لك على حسب المطلوب. يعني مهمة دي، انا بقول لك لو بتشتغل زبون، انا قبل كده نزلت المقاسات بتاعة التصنيع والمصانع، نزلتها المقاسات دي بتاعة اللي احنا بناخدها على الشخص. يعني انت بتشتغل زبون، معنى انت بتشتغل زبون يبقى هتقسم التقسيمة، يعني هتتكلم مع الزبون تقول له انت عايز تعمل ازاي، او شغلك عايزه ازاي، وانت بناء على الكلام اللي هيقوله لك انت ظبط شغلك بنفس الطريقة كده. الوسع للصدر، شوف احنا بنفنط الكلام ازاي يا جماعة اهو. 49 سنتي، انا قلت من قبل كده هرجع واظبطها اهو بالكتابة، عشان اللي ما خدش باله من الكلام ياخد باله من ايه، من الكتابة. ال 49 سم دول الديل او الحجر بتاعهم هيساوي معانا ال 73 سم وسع من تحت. الطريقة اللي هجيبها لك دي خلي بالكم معايا يا جماعة، انا اجيب لكم الطريقة اهو عملي. عملي يعني ايه عملي؟ بص كده، دول كام معانا؟ مش ده ملوش دعوه بالمقاس اللي احنا عملناه دلوقتي، ده مقاس احنا جبناه عندنا وبناخد عليه المقاس. ده طلع قدرا كده جه معانا 49 سم. 49 سم، امشي معايا يا حبيبي للاخر وهوريك الطريقه. لا تقول لي محيط الخصر ولا الكلام ده كله، ملوش دعوه خالص. انت عندك 73 سم، ظبط مسافتك لحد تحت لحد الديل على 73 سم بتوعك، مالكش دعوه، ما تقيسش لا الخصر ولا تقيس اي حاجه. انت الخصر والحاجات دي بتتقاس في البنطلون فقط لا غير. خلينا نقول من عند محيط الصدر لحد الديل من تحت، ظبط مقاساتك بالميلان اللي نازل ده الوسع بتاعك، ما تقيسش اي حاجه في المنطقه دي. يا جماعه اتمنى يكون الشرح بتاعنا واضح. هو ده يا جماعه كان فيديو النهارده، اتمنى يكون وصلت المعلومه للناس. ان شاء الله اشوفكم بقى في الدروس اللي جايه، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.